السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إخواني أخواتي، وكيف ما ذكرت لكم غادي نغوصوا في أعماق قضية هزت الرأي العام المغربي، قضية الطفلة سندوس اللي غادرتنا لدار البقاء في ظروف كيطبعها الغموض وعلامات الاستفهام. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن الأمانة الصحفية كتفرض علينا نبحثوا في التفاصيل اللي مازال ما تنشرت بشكل كافي. بزاف كيسحب ليهم باللي الملف تسد نهار تدفنات سندوس، ولكن الحقيقة هي أن الروح عزيزة عند الله. واليوم كاين تطورات مثيرة كتقلب الموازين وتخلينا نعاود قراءة التقرير الطبي والتحقيقات من زاوية أخرى. التقرير الطبي إخواني أخواتي الأولي بطبيعة الحال اللي داروه كفاءات في مدينة طنجة خلص لنتيجة وحدة: الغرق. ولكن واش الغرق كان حادث عرضي؟ هنا فين كيبدا الشك المريب. عائلة سندوس بالضبط الأب المكلوم ما اقتنعش وطالب بإعادة التشريح ليكون تشريحا مستقلا ومعمقا. لماذا هذا الإصرار؟ لأن هناك معطيات كتقول باللي كاين طرف خفي في المعادلة، شخص من العائلة ديال سندوس وبالضبط من جهة الجد. كاين عليه كلام كبير هنا حاليا في العائله وكيدور عليه بزاف وكيروج عليه بزاف ديال الكلام. هذا الشخص معروف عند العائله ديال المنطقه بانه كان كيهتم بسندوس، وهذا الشيء اللي قالوه بزاف ديال الناس اللي كانوا قريبين من الواقعه. كيشري ليها الحلوى وكيهزها معاه في الموطور، يعني دراجه ناريه ديالو. ولكن واش هذا الحنان كان هو السبب في الكارثه؟ هذا الشيء اللي غادي نحاولوا نعرفوه اليوم اخواني اخواتي. كاين واحد المعطى خطير وخطير بزاف. هذا الشخص دار حادثة سير بالموتور ديالو في نفس النهار اللي اختفات فيه سندوس. هذا المعطى ما يمكنش يكون صدفة، يعني بزاف ديال الناس قالوا بأنه ممكن يكون عنده علاقة بالاختفاء ديال سندوس. السيد ارتطم بشجرة في واحد المسلك في نواحي شفشاون. الغريب في الأمر هو أنه لم يصرح بالحادث، خفى الحادث للسلطات أو الدرك الملكي. علاش سكت هذا الشخص؟ وعلاش حتى لدابا مازال كيعاني من كسر في اليد ديالو وما بغاش يهضر على ظروف ذاك الحادث؟ الجيران والناس اللي تما عارفين باللي كاين شي حاجه تما، وهنا يطرح التساؤل الجوهري: واش سندوس كانت معاه فوق الموطور نهار الحادث؟ واش سقطات وتصابت في الرأس ديالها ومن بعد خاف هذا الشخص من المسؤولية وقرر يتخلص من الجثة في الواد باش تبان قضية غرق عادية ويبعد عليه التهمة وما يكونش في دائرة الاتهام؟ من الناحية المنطقية سندوس يلا كملت عامين من سابع المستحيلات أن الطفلة في هذا السن تقطع مسافة ديال 150 متر من الدار حتى الواد بوحدها بلا ما يشوفها حتى واحد من الجيران، خصوصا وأن المنطقة مفتوحة على مصراعيها. هذه الفرضية كتخلينا نركزوا على التقصير ديال الجد والجدة وحتى الأم. واش كان تقصير في الحماية؟ الجد كيقول بأنه كان كيصلي الظهر وسمع التقرقيب او الضجيج. واش داك الضجيج هو اللحظه اللي تهزت فيها البنت او اللحظه اللي وقع فيها شي حاجه مريبه حدا الباب؟ إخواني أخواتي، إلا حللنا المعطيات كيبان بأن فرضية التخلص من الجثة هي اللي كتروج بقوة دابا وحاليا. التشريح قال باللي الرأس منفوخ وشربات الماء بزاف، وهذا الشيء كيتماشى مع الغرق. ولكن واش تلاحت وهي ميتة أو هي غائبة عن الوعي بسبب الحادث ديال الموتور؟ حيث رغم أنها تكون غائبة عن الوعي ممكن أنها تشرب الماء. هذا الشخص اللي من العائلة كيعيش دابا ضغط نفسي وتساؤلات قانونية. واش فعلا فكر تفكير شيطاني باش ينجو من العقاب ويغطي على غلطة غير مقصودة؟ والروح عزيزة عند الله، والحقيقة واخا كتعطل ضروري ما كتبان. وهذا الشيء اللي عودونا عليه رجال الشرطة والدرك الملكي المغربي. إخواني أخواتي، حنا ما كنتهموا حد، غادي نعاود ونكرر حنا ما كنتهموا حد، ولكن كنطالبوا بتعميق البحث. قضية سندوسية قضية رأي عام، والعدالة لازم تاخذ المجرى ديالها. الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهنا غادي نبقاو متبعين هذا الملف حتى ينصف الله هذيك الملاك الصغيرة. كنتمنى تشاركونا آراءكم في التعليقات. واش كتعتقدوا باللي فعلا حادثة الموتور هي مفتاح السر؟ ما تنسوش إخواني أخواتي
اخوتي تدعمونا باللايك والبارطاج باش يوصل الصوت للمسؤولين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.